السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني وأخواتي الأعزاء؟ فيديو إن شاء الله فريد من نوعه، سأوضح لك فيه وأشرح لك فيه بدقة بأدلة وبمجربات تجعلك ربما تستفيق شوي من الغفلة التي أنت فيها. كيف يتم سحر عقلك، كيف يتم سحر، لم أقل سحر، سحر عقلك. فالدنيا يا إخواني الكرام كلما تقدمت، كلما تطورت العلوم، كلما تطورت التكنولوجيا أكثر. فمكسب الأغنياء دائما يكون من وراء الفقراء والبسطاء والناس الذين تفكيرهم بسيط ومحدود. هم ليسوا تفكيرهم محدود في الحقيقة، هم لم يريدوا أن يطوروا من أنفسهم ويبحثوا ويعرفوا الحقيقة ويكتشفوا كيف يعيشون، لأن طبيعة المسلم دائما يتجنب كل ما فيه شبهة وكل ما فيه قلق. تمام إخواني الكرام، أنا في هذا الفيديو إن شاء الله وأعوذ بالله من كلمتين سأوضح لك عن طريق أمثلة نأخذها الآن، 3 أمثلة بسيطة كيف يتم التلاعب بعقلك وأنت تكون فرحان ومقبل على هذا الشيء أو هذا المنتوج أو غيره دون أن تفهم مباشرة، تقول صدق الله العظيم. تمام، نبدأ بالتجربة الأولى أو العملية الأولى التي يقومون بها كي يستقطبوك وتشتري سلعهم غصبا عنك ودون أن تشعر. على سبيل المثال نفرض أن هذا المنتج مثلا قارورة عطر، تيشيرت، هاتف، سعره 40,000. أنت تقول غالي لن أشتريه، لكن لما تدخل أنت إلى المغازة وترى المغازة أو جرون سيرفاس كما يقال عنها بالفرنسية، وترى أن السعر، وأغلبكم يرى هذا الشيء، أنه ب39.99 ستشتريه. ومن خطط التجارة أو التسويق هذا أنك أول ما تدخل، وتذكروا كلامي جيدا، أول ما تدخلوا إلى المحلات أو الفضاءات الكبيرة ستجدون أنك تميل إلى اليسار دون اليمين دون أن تشعر. سبحان الله، يعني التلاعب بنفسية الإنسان. فب39.99 ستشتريه وأنت راضي، لكن ب40 ستقول غالي، والفرق بينهم مليمات. الشيء الثاني عارضات الأزياء أو عارض الأزياء. نعرف أن عارض الأزياء وعارضة الأزياء يختلفون، لكن أغلبهم لماذا يختارون النحيفين أو النحيفات في عرض أزيائهم؟ كلكم ربما يقول لك هذا الموضوع لاحظته، لكن أنت لم تركز على النحيفة. فأنت عندما ترى عرض الأزياء للمغرمين أنا أتكلم، فإنك ستركز على الملابس. هم يختارون النحيفة والنحيف لكي لا تركز أنت معه وتركز في منتوجهم فقط لكي يعجبك وتشتري. العملية سهلة جدا. الآن وما هو أصعب وأشد، سأعطيكم عملية حسابية كلكم سينبهر بها، كلكم الآن سيحسبها وسينبهر بها. تمام، هذه السنة 2023 ميلاديا سنة مليئة بالأحداث ومليئة بالغرائب ومليئة بقدرات الله سبحانه وتعالى، وأنها صارت تتجلى على أرض الواقع. تمام، كل واحد فيكم عمره مع تاريخ ميلاده بالميلادي يحسبه، سيجده أنها 2023. كل واحد فيكم الآن يشاهد الفيديو احسب عمرك مثلا 35، مولود سنة لا أعرف احسبها 1900 كذا كذا مع 35 ستجد أنها 2023. الآن كلكم مبهورين. العملية غريبة صحيح، شيء غريب وعجيب ما يقوم به. هذه ليست صدف، لكن أنت لو تركز وتحسبها بعقلك، أنني أنا تلاعبت بعقلك الآن. حتى في السنة المقبلة لو تضيف السنة إلى تاريخ ميلاد ستكون 2024، وحتى لو طرحت سنة من عمرك أي السنة التي مضت وتحسبها مع تاريخ ميلاد ستجدها 2022. العملية بسيطة، لكن أنت ركزت في كلامي احسب كذا كذا، أوه انتهى الموضوع دون أن تفكر وتحسبها. ف1% من البشر هم الذين يفكرون، واضح، و99% من البشر هم الذين مباشرة يطبقون دون أن يعلموا. نادرا
ما تجد في 99% واحد اثنين يعني عندهم فراسة، عندهم نقول نحن بصيرة لهذه الأشياء. فأنت لو تركز من حولك، والغاية من الفيديو إخواني الكرام هو توعية العقل الباطن للإنسان بأن يرى بقلبه، بأن يرى حقيقة الأمور، لأنها كلها تزييف وخداع ليست حقيقة. لو ترى وتركز فلن تخدع بعد اليوم، لا من شخص يرقيك، ولا من شخص يفسر لك، ولا من شخص يعطيك معلومة غلط، ولا من شخص يريد أن يعلمك شيئا وأنت لست مقتنع فيه. فلو تركز وترى الأمور على طبيعتها ويفتح الله قلبك يعني ببصيرة صح، ستفهم كل شيء من حولك، ولن تصاب لا باكتئاب ولا بخوف ولا بضغط ولا بهموم ولا غيره. الغاية من الفيديو فقط إخواني هو توعوية، لا أكثر ولا أقل. أتمنى أن أكون قد أفدتكم وأتمنى الخير لكل البشر، كما أني أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يخفف ابتلاء إخواننا في ليبيا وفي المغرب، ويستر جميع دول المسلمين والدول الأخرى كلها، الله يحميهم ويبعد عنهم الأذى، لأن غضب الله شديد وابتلاؤه ثم ناس لا تطيقه. فنتمنى الخير والسلامة لكل البشر، والله يصلح حالنا جميعا. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.